ست جدعة ب100 راجل. لا، لا، لأ، مش أم شيماء، لأ، شجاعة وجريئة. أنا هنا مش قصدي شجاعة يعني لسانها طويل، أو جريئة يعني لبسها مكشوف زي ما بقى دارج مع الأسف. أنا قصدي أصحح المعاني اللي اتبدلت، والمعاني الصحيحة للشجاعة والجرأة هنلاقيها في بيت زينب خاتون اللي وراه قصة عجيبة. ما تيجوا نعرفها. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا. النهاردة في يميش رمضان حكايتنا مع بيت زينب خاتون، البيت اللي بيحكي لنا قصة امرأة شجاعة ضحت بحاجات كتير عشان بلدها. ونصلي على النبي ونحكي الحكاية. هنرجع بالزمن لسنة 1798 ميلادية ونشوف نابليون بونابرت وهو بيغزو بجيشه القاهرة وسط مقاومة الشعب المصري للجيش الفرنسي. ثورات شعبية، انتفاضات، عمليات فدائية ضد الاحتلال. وفي ليلة كانوا الجنود الفرنسيين بيطاردوا مجموعة من المقاومة واللي قدروا يستخبوا في أحد البيوت اللي في زقاق العيني خلف الجامع الأزهر. تظهر بطلة حكايتنا من الشباك، الأميرة زينب خاتون أو زينب بنت عبد الله البيضاء. كانت جارية عند الأمير محمد بيك الألف، واحد من أكبر أمراء المماليك. زينب كانت ذكية شجاعة وطيبة القلب، فأعتقها محمد بيك الألف، وبعد ما اتحررت اتجوزت من أمير مملوكي اسمه الشريف حمزة الخربطلي. ولأنها اتجوزت أمير بقت هي كمان أميرة، وأضيف لاسمها لقب خاتون يعني المرأة الشريفة الجليلة. زوجها اشترى لها البيت الجميل ده وعاشت فيه حياة كريمة. ده البيت اللي اتبنى سنة 1486 على يد الأميرة شقراء هانم حفيدة السلطان الناصر حسن بن قلاوون أحد سلاطين المماليك. والبيت يتنقل من شخص لشخص حتى يصل أخيرا إلى زينب خاتون. ونرجع لزينب اللي بتسمع خبط جامد على باب البيت وتفتح علشان تلاقي الجنود الفرنسيين وهم مصرين يدخلوا ويفتشوا البيت بحثا عن شباب المقاومة المصريين. وبترفض زينب خاتون إنها تدخل جنود الاحتلال الفرنسي وتجادل معاهم وتعطلهم لغاية لما الخدم يقدروا يخبوا الثوار في سرداب البيت، واللي كان منهم مصابين إصابات خطيرة بأعيرة نارية. وتفضل زينب في جدالها مع الجنود الفرنسيين لحد لما النهار يطلع عليهم. وفي النهاية وسط إصرار جنود نابليون بتسمح لهم بالدخول والتفتيش. ولما بيدخل الجنود بيكتشفوا ايه؟ ان المدخل مصمم بطريقة منكسرة ملتوية، يعني لما تدخل ما تقدرش تشوف اللي جوه البيت مباشرة، وده علشان يحفظ خصوصية اهل البيت. والبيت مكون من 3 طوابق، وهو نموذج للعمارة المملوكية الممزوجة بلمسات عثمانية. بعد المدخل تلاقي فناء مكشوف كبير في الوسط محاط بالغرف من 4 جوانب. الفناء أو الصحن ده كان بيسمح بدخول الضوء والهواء لكل الغرف. الطابق الأرضي فيه غرف تخزين الغلال والطاحونة وغرفة حفظ المياه واسطبل الخيول وقاعة للضيوف. أما الطابق الأول فده كان طابق المعيشة، فيه السلاملك اللي هي قاعة الرجال والحرملك اللي هي قاعة النساء، وقاعة كبيرة للضيوف بسقف خشبي مزخرف. والطابق الثاني فيه غرف النوم الخاصة ومن ضمنها غرفة الولادة. كان عندهم زمان غرفة مخصصة بس للولادة، وهي غرفة مميزة فيها زجاج ملون يضيء الغرفة بألوان مختلفة لما الشمس بتدخل عليه. ده التقرير اللي كتبه الجندي الفرنسي لقائده بعد التفتيش، واللي لما خرج قال له بالنص "Nous n'avons rien trouvé monsieur"، يعني ما لقيناش حاجة. لكن الجنود الفرنسيين ما كتبوش حاجة مهمة جدا في التقرير، إن في طابق سرداب تحت البيت، وده اللي كان بيستخبى فيه الفدائيين. باختصار بيت زينب خاتون تحفة معمارية وتصميم ذكي وخصوصية محفوظة وجمال فني راقي. لكن الأهم من كل ده إن شجاعة صاحبة البيت غطت على جمال البيت نفسه. المقاومين اللي كانوا بيتصابوا في المعارك كانت بتدخلهم البيت وتداوي جراحهم وتعالجهم. كانت بتصرف من مالها الخاص علشان تدعم المقاومة وتمدهم بالسلاح والمؤن. حتى الحرملك بقى مأوى للنساء الثائرات، النساء المصريات اللي كانوا بيشاركوا في المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي كانوا بيتجمعوا عندها. والسرداب السري في بيت زينب خاتون بقى مأوى للفدائيين. لكن المقاومة ليها تمن. بعض الجرحى اللي كانت زينب خاتون بتعالجهم كانت جراحهم بتبقى خطيرة وكانوا بيستشهدوا جوه البيت. زينب والخدم بتوعها كانوا بيدفنوا الشهداء دول جوه السرداب
علشان الفرنسيين ما يلاقوش جثثهم. ولما الأثريين رمموا البيت في التسعينات لقوا 27 جثة مدفونة في السرداب بتنسب لتلك الفترة. 27 مقاوم مصري استشهدوا وهم بيدافعوا عن مصر واتدفنوا في بيت زينب خاتون. ولقوا كمان كنز ذهبي ضخم أكتر من 3600 قطعة ذهبية مدفونة تحت عتبة إحدى الحجرات. الكنز ده حسب المؤرخين وهبته زينب خاتون صدقة على أرواح الشهداء، كانت بتتصدق بكل اللي عندها على أرواح المقاومين اللي استشهدوا في بيتها. زينب خاتون فضلت تدعم المقاومة طوال فترة الحملة الفرنسية، وحتى بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر فضل اسمها محفور في الذاكرة كرمز للشجاعة والتضحية. بيت زينب خاتون بيعلمنا درس عظيم في الشجاعة. زينب كانت ممكن تقعد في بيتها بأمان، تقفل أبوابها وتقول أنا مالي ومال السياسة والحروب، لكنها اختارت إنها تضحي، ضحت بأمانها ومالها وسلامة بيتها، وحطت نفسها في خطر الموت، كل ده عشان تدعم المقاومة ضد الاحتلال. واختارت إنها تكون امرأة شجاعة وجريئة. مع الأسف دلوقتي اللي لسانه طويل وألفاظه خارجة بيتقال عليه شجاع، واللي بيتخلى عن حيائه بيتقال عليه جريء، والمعاني اتبدلت. احنا محتاجين نرجع نظبط المعاني، لأن المفاهيم لما تتشوه السلوك كمان بيتشوه. ولو الشجاعة بقت وقاحة وقلة أدب هنخاف من الكلمة، ولو الجرأة بقت استعراض وقلة حياء هتضيع القيمة، وهنكتشف في الآخر إن البلطجي هو اللي شجاع وجريء. الشجاعة ممكن تبقى في الاعتراف بالغلط، في الاعتذار، في إنك تنهي علاقة مؤذية، أو إنك تقول الحقيقة، أو تبدأ من جديد، أو تدافع عن حد مظلوم. دي كلها شجاعة. في ناس فاكرة إن الشجاعة إنك تكتب بوست نار أو تعليق لاذع، أو إنك تلقح بالكلام على حد من غير ما تذكر اسمه وتقول أنا جريء، أنا ما بخافش، أنا بقول الحق. بس الحقيقة قلة الأدب مش شجاعة، والتجريح مش جرأة، والسخرية من الغير لأننا عايزين نقل من قيمته وقدره ده مش شجاعة ولا جرأة. الشجاعة إنك تقول رأيك باحترام قدام الناس وقدام الشخص نفسه وتتحمل نتيجة كلامك، لكن إنك تختار كلمات جارحة وتستخبى ورا لايكات ده مش جرأة، ده هروب متنكر في صورة قوة. زينب خاتون ما كانتش شجاعة عشان رفعت صوتها، ولا عشان هجمت حد، ولا عشان كسرت حدود الأدب. كانت شجاعة عشان خدت قرار مكلف وسابت بابها مفتوح. فرق كبير بين اللي يوجع بكلمة واللي يتحمل وجع قرار. لا الجرأة معناها ان الانسان يكسر حياءه، ولا الشجاعة معناها انه يقل ادبه. الشجاعة اخلاق والجرأة مسؤولية. القوي مش اللي يجرح حد بكلمة، القوي هو اللي يقدر يختلف من غير ما يهين، ويواجه من غير ما يبتذل، ويعترض من غير ما يتجاوز. زينب خاتون ما كانتش اعلى صوت في الشارع، لكن كانت اشجع امرأة واجرأ قلب واعظم موقف. فتحت بابها وهي عارفة ان القرار ده ممكن يكلفها حياتها. ودي يا سادة يا كرام كانت حكاية بيت زينب خاتون في يميش رمضان، تحفة معمارية وعبرة أخلاقية. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا